سلام حبيبتي. الفيديو تاعنا تاع اليوم فيه 3 انواع قاطو ولا اروع بعجينه واحده. كما راكم تشوفوا قدامكم الوصفات والالوان والاشكال روعه. يلا تبعوا معايا الوصفه. في الوصفه عندي 4 صفار بيض مع بيضه كامله، عندي 2 كيسان تاع سكر غلاس، عندي لافاني، وعندي حوالي 625 غرام دهن، يعني علبه كبيره زائد 125 باش تقطع لي كونتيتي. راح نخلطوا لاباط الاخرى تاعنا مليح، وبعدين نبدو نزيدوا 2 مغارف مايزينا. تبغوا تزيدوا نص كاس ديروا نص كاس، وعندكم وحده خميره كيميائيه كومبلي زائد الفارينه حتى تتلملك العجين. بعد ما نلم العجينه تاعي مليح انا راح نقسمها على 3 بار، كل بار راح نخدم معاها بها نوع. المهم هنا قسمتها على 3، عندي راح ندي عجينه ونزيد معاها حوالي 3 مغارف تاع كاكاو ولا 4 على حسب نتوما ما راكم باغين، باسكو بندير حاجه ماغون. المهم نلمها مليح ومن بعد نبدا نحل في العجينه تاعي، وخيروا الطابع اللي تبغوه. انا خيرت هذا الطابع اللي راح نشوفوه قدامكم. نطبع كاع لي بات تاوعي ونديرهم يطيبوا على 180 دغري، ومن بعد نتلاقوا في الحشو كيفاش راح نحشوهم. كل كاطو راح نديروا له حشو مختلف. انا اسيت في هذا الفيديو ندير لكم شحال من نوع هكا باش تستافدوا، واللي تكون هكا خدامه ولا ما عندهاش الوقت وكاع غير من عجينه واحده وتقدر تنوع ودير الفال لولادها ولا لدارها. هنايا خيرت هذا الطابع الزاوج مدور وفي الوسط ثقبتهم باش نعمرهم من بعدها، والطابع الثالث خيرته انه يكون قلب. نبدو هنايا في الحشوه. في هذا الكاطو نوار درت النيسلي ومعاه نواه كوكو، خلطتهم مليح ولصقت ما بين الحبه والحبه، ومن بعد راح نقلاصيهم غير بالشيكولا نوار عادي ولا شوكولا ولي. ضيفوا لهم غير الزيت فقط، ما تزيدوا لها والو باش تكون لكم شابه وتنشف في الساعه. كما راكم تشوفوا الفيديو راه يهدر بلا ما نقول لكم. انا عندي هذا النوع الزاوج درت كونفيتور لصقت الحبات، وفي الوسط درت ليهم زبده الفول السوداني. صدقوني تعطي واحد لوغو روعه. اما بالنسبه للكاطو الثالث خيرت اني نلصقه بالشيكولا تاع المرجان، هذيك طاختيني تعطيني تعطي شباب تاع البندق. لصقوا الحبات تاعكم وتشوفوا دركا نتبعوا. هنايا بديت نكلاصي في الحبات تاعي بالشيكولا، قلت لكم ذوبتها في بان ماغي، زدت ليها غير مغارف تاع زيت. والشيكولا الزاوجه هنايا درت كمشه تاع لوز ولا تاع كاوكاو ولا كيما تبغوا. هنايا درت هذاك الكاطو المدور تاع زبده الفول السوداني، درتها بهذه الشيكولا البلون مع اللوز. اما بالنسبه لهاد القلوب الشوكولا فهنايا درت باتاغون تاع البيستاش، خلت اكوتي كنت خايفه باسكو اول مره نجربها، وبديت نحط. ودائما كل ما تقلكم ديروا لها زيت، ودرت معاها حفنه تاع بيستاش من باكيت 2 مغارف ولا 3، خلطتهم وبديت نقلاصي بالحبات تاوعي. وشا هي طيبه. ايا شوفوا معايا دركا الريزلطه كيفاش راح تكون. هنايا راح نقسم قدامكم الحبات، وعلى بالي راح تعجبكم الريزلطه. سيرتو هذا تاع كاطو البونتي روعه روعه روعه، تحسبي راكي تاكلي فيها ديك الشيكولا اللي تنباع والله زعما كو مانيفيك، وحاجه بريزونطابل وتحمر الوجه ومن عندي ما نحكي لكم. دوك تشوفوا تاني النوع الزاوج راه قدامكم. تاني قسمت حبه، شوفوا كيفاش جايين من الداخل. حنا شدوا ليا من راها الايام البارده هذيك زبده الفول السوداني غير شويه راها جامده، بصح ماشي جامده عادي تاكليها طريه. وتاني دوك نقسم قدامكم. انا خليت لكم الفيديو طولته هاد الخطره باش زعما تشوفوا مليح وتشوفوا كيفاش خرجوا لنا الحبات. هنايا الديكور غير فوق بشويه ديك ورق الذهب، وهذه خليتها هكا سامبل نورمال. راكم تشوفوا كيفاش يبان وشوفوا لا كولور كيف خرجت. انا عجبني هذا الباك بيستاش. هنايا شوفوا لا كولور تاع شويه الاضاءه راها عيانه. المهم شوفوا لا كولور باك بيستاش كلير، شوفوا القوام، شوفوا كيفاش طري مادامكم راكم مخليناه وهو يزيد يطرى. اذا الحبات تاعنا دوك نحط لكم كاع اللي قطعتهم راكم تشوفوا. وعندنا تاني هذه الثالثه. تسمى إمبات بثلاثة تاع اللي تعطينا 3 تاع الأنواع، وقدرة تعطيك أكثر
سا ديبون تبقى على نتيا وعلى الخبره تاعك وعلى نتوما واش راكم باغيين. انا اكثر حاجه ولا يعجبني هو هذا الكاطو، وهذا تاع في 3 تقولوا تقدوا في 3 وليت نبغيهم بزاف. الوغ جيسبر تكون وصفاتنا تاع نهار اليوم عجبتكم وخففت عليكم في فيديو قصير حوالي 3 وصفات، ولكن الابداع تقدي من جينا واحده ديري لنا شحال من وصفه. نتمنى تكون الوصفات تاع اليوم تاعنا عجبتكم واستمتعتوا بهم. أراكم في وصفات أخرى. وفي نهاية هذا الفيديو بنمد إهداء لواحدة الإنسانة عزيزة عليا بزاف، وهي خولة تقرا عندي نعمة تلميذة ونعمة تربية، وهي من الناس اللي شجعوني ونسيت ما ذكرتهاش البارح. الو خولة، نتمنى البنتي تنجحي في الباك ان شاء الله انت وجميع زملائك، وشكرا على تشجيعك الدائم لي وربي يحفظكم.